حفيدة ام كلثوم اتحجبت. شفت مصر جرى فيها ايه؟ جرى فيها ايه؟ اتحجبت. هو انتوا بتعارضوا اللي متحجبين؟ يعني انتوا بتحبوا، معلش في اللفظ، اللي هم مفيش خالص؟ انت ما عندكش مبدأ ولا عندك دين ولا عندك اخلاق ولا عندك ذوق في الكلام. ترند بان عليه الاعمال هبطانه ولا في ايه، الله اعلم. ما هو كل الانسان لما يلاقي نفسه هبطان كده يروح طالع مره واحده عامل هيجان كده عشان يطلع ايه، يطلع ترند. لو انت عارف تلبس دريستي محزق وهو ده يبقى ليكم انتوا كويسين. في ناس منافقه، في ناس مش عاجبها حالها اصلا، في ناس تحس اللي هي انانيه غياره، تحب تقول رأيها الرزل من غير اي اصلا ما تعرفش هي بتقول ايه اصلا، ما تعرفش هي بتقول ايه. وكمان النساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده معانا فيديو مضحك شويه، او مش عارفه يا جماعه الصراحه، يعني مضحك ولا ما بيعرفش حاجه ولا هو عاوز يطلع ترند، الله اعلم. مين هو بقى؟ الاستاذ خالد العدلي، اخو الفنان الكبير سامي العدلي. طلع النهارده عاوز يطلع ترند، بان عليه الاعمال هبطانه ولا في ايه، الله اعلم. ما هو كل الانسان لما يلاقي نفسه هبطان كده يروح طالع مره واحده عامل هيجان كده عشان يطلع ايه، يطلع ترند. لو انتوا عارفين في كده مسابقات كانت طالعه للفنان احمد حلمي ومش عارفه مين من المغنيين اللي كانوا بياخدوا الاصوات الحلوه، يعني ايه، بيكتشفوا الاصوات الجميله. طالعه واحده فتاه صوتها جميل جدا يشبه صوت ام كلثوم. قالوا عليها دي حفيدة ام كلثوم، وطلعت حفيدة ام كلثوم، طلعت حفيدة ام كلثوم. صوتها جميل قوي قوي والكل بقى يشكر فيها. طبعا الاستاذ خالد العدلي طلع في برنامج قال انا سمعت صوت حلو جدا جدا يشبه صوت ام كلثوم والحنجره مش عارف ايه والكلام ده. اتصلت عليها عشان تيجي تعمل مسرحيه، دور في مسرحيه. قالوا ده اعتذرت واتحجبت. شفت الزمن، حفيدة ام كلثوم اتحجبت. شفت مصر جرى فيها ايه؟ جرى فيها ايه؟ اتحجبت. هو انتوا بتعارضوا اللي متحجبين؟ يعني انتوا بتحبوا، معلش في اللفظ، اللي هم مفيش خالص؟ انت ما عندكش مبدأ ولا عندك دين ولا عندك اخلاق ولا عندك ذوق في الكلام ولا عندك اسلوب اصلا تتكلم عن الحجاب باحترام وتقول شوف مصر جرى فيها ايه، حفيدة ام كلثوم اتحجبت. يعني ايه اتحجبت؟ عار؟ هي كده لبست العار اما اتحجبت وربنا سترها وقربت من ربنا، جابت لك العار كده. هي كده بلا عليك كده، انت مش عاوزها وحشه ما تنفعناش. ربنا يهديك. احنا نقوله ايه بقى؟ نقوله ربنا يهديك وريحنا من امثالك اللي بهدلت مصر وجابت لمصر العار. ده اللي احنا نقدر نقوله لك. انت اكيد مش عاوزه اقولها. اتحجبت، نضفت، بقت عار عليك وعلى غيرك اللي زيك. يعني هي بقى عار عليك وعلى اللي زيك. ربنا يهديك ويهدي كل انسان ضد الحجاب، ضد العفة، ضد الاخلاق. ما نقولش اكتر من كده حاجة. النهاردة برضو معانا حالة زيها بالظبط كده، حالة تشبه لها، تشبه الحالة اللي هي كزرة. ايه هي؟ انتوا عارفين الشيفة هالة فهمي، محترمة جدا وعملت حجة
عقبالنا زيها يا رب، وحجة مقبولة ان شاء الله. والست محترمة جدا جدا جدا، لابسة الخمار جميلة ما شاء الله ما شاء الله، نور ربنا عليها، ربنا يزيدها بالإيمان والتقوى. قاعدة بتعمل وصفات أكل في البرنامج بتاعها. قامت برضو واحدة رزلة قوي قوي قوي، بتقول لها في المقدمة مبروك يا شيفا مش عارف ايه، بس الخمار مكبرك. يعني ايه مكبر؟ يعني ايه الخمار مكبر؟ ده مذكور في القرآن يا جماعة. لا لا، هو ده مش فرض. يعني هو ايه اللي بقى فرض؟ يعني هو الطرحة مش فرض والخمار مش فرض، ايه اللي فرض بقى؟ ايه بتقول لها الخمار مش فرض، ربنا ما قالش كده. آه الخمار مش حلو عليكي، الخمار مكبرك قوي. طبعا الشيفة هالة باحترامها وذوقها قالت لها انا مش صغيرة، انا كبيرة تيتا، وده حاجة تشرفها. والخمار مش بالالوان، امال الخمار بايه؟ انت عاوزاها تلبس ايه؟ عاوزاها تطلع بايه يعني؟ ب معلش ببنطلون وطرحه لحد هنا وده كله توباعي يعني، معلش. يعني كتافها وكل ده باني او ممكن تلبس دريستي محزق، هو ده يبقى ليكوا انتوا كويسين. في ناس منافقة، في ناس مش عاجبها حالها اصلا، في ناس تحس اللي هي انانية غيارة، تحب تقول رأيها الرزل من غير اي اصلا ما تعرفش هي بتقول ايه اصلا، ما تعرفش هي بتقول ايه. وكمان ان سمع الصوت اصلا اللي هي بتكلمها صوت واحدة كبيرة، مش طفل، مش شابة صغيرة، ده واحدة كبيرة بس طلعت جهلة، جهلة في الدين. في انواع من دي كتير قوي قوي، ما بتحبش الاحترام، ما بتحبش الادب، ما بتحبش الاخلاق، بتحب الواحدة معلش اللي على كيفها، واللي مش عارفه، اللي اهلها مش عارفين يلموها، واللي سايبينها مش عارف ايه، واللي بتلبس على كيفها ما حدش بيقولها انت بتلبسي ايه، واللي بيصيب شعرها. كل انسان حر، بس عندك كلمه طيبه اطلعي قوليها، ما عندكيش لميها وحطها في بقك واسكتي. مش كل واحد عاوز يطلع ترند يقوم يلخبط في الكلام حتى في الدين. والله المستعان، وربنا يهدي كل من كان يا رب، ويصلح حال كل انسان يا رب. وده كان فيديونا، يا رب يعجبكم ان شاء الله، واتمنى من ربنا اللي فيديوهاتي تعجبكم ان شاء الله، كل واحد يخلي رأيه على قده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.